يا مساء الفل والسعادة والجمال على عيون كل المتابعين حبايب قلبي. يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا ايه بقى؟ معانا وصفة كده خفيفة ولطيفة وظريفة ومش بتاخد وقت معانا عمل مكرونة العربيات او مكرونة ال10 دقايق، ومش هتكمل كمان ال10 دقايق. يلا هاتي بقى كده كيس المكرونة بتاعك اي مكرونة بقى وكميتها عندك. وهاتي بقى كده فصين 3 توم على حسب بقى الكميه بتاعه المكرونه بتاعتك. هاتي توم وبصل وصلصه والمكرونه بتاعتك، وتعالي بقى هقولك تعملي ايه في 10 دقايق بالظبط. مش هتكملي ال10 دقايق. بناخد كده ايه مع بعض اهو البصل والثوم والمكرونه معانا اهي. انا كان عندي مكرونه سباكيتي كده، قلت ايه امشي بيها اعمل بيها النهارده بقى الوصفه بتاعتنا. هنجيب حله ونحطها كده على البوتاجاز، بس الاول لايك وكومنت بقى ونسمي الله كده ونصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ونعمل ايه بقى؟ ننزل كده بالبصل اهو، ننزل بالبصل كده في الزيت، نقلبه كده تقلبتين، وقبل ما ياخد اللون وقبل ما ياخد اي حاجه هننزل بيه كده. هننزل بالثوم طبعا عليه اهو، نزلنا بالثوم، نقلبهم الاثنين كده مع بعض. انا بحب يا جماعه احط الثوم في التسبيكه بتاعه الصلصه بتاعه المكرونه، وساعات بقوم بيها كلها ثوم، ما بعملش كويس بصل. بحب انا المذاق بقى او التست بقى بتاع بتاع الثوم. اهي خدت لون كده بقى، هننزل هنجيب الصلصه بتاعتنا وننزل بيها في الحله اهي. نحط بقى كده الملح، بنحط البهارات بتاعتنا، بنحط كمون وبنحط الشطه وبنحط الكزبره وبنحط فلفل اسود اهي. ندوبهم كلك كده مع بعض. نعمل ايه بقى؟ بننزل بالمكرونه بعد ما بنكسرها. ممكن لو اي مكرونه تانية بقى ماشي بتنفع. انا كان عندي مكرونه سباكيتي، قلت ايه اعمل الوصفه بتاعتي بيها اهي. بنقلبها كده تقلبتين برضو في الصلصه. بنكون بقى حاطين شويه ميه كده في الكتل، عشان ننزل بميه سخنه او ميه مغليه كده عليها مباشره زي ما انتم شايفين كده بالظبط يا حبايب قلبي اهو. ما تنسوش اللايك يا جماعه والكومنت والشير، واللي اول مره يشوف قناتنا يا ريت يفعل زر الكل عشان يوصلوا كل جديد بعد الاشتراك في قناتنا اهي. بنقلب كده، بنقلب بالراحه. كل ده في حله واحده، لا غسلنا مكرونه ولا صفينا مكرونه ولا عملنا اي حاجه خالص، غير كله في حله واحده. توفير بقى لمجهود وتوفير للوقت، وبتاخدي بقى مذاق او بتاخدي بقى وصفه كده التست بتاعها عالي جدا، قوامها جميل اهي. مستويه ما شاء الله، جميله جدا جدا. في نهايه الفيديو ما تنسوش يا جماعه اللايك والكومنت والشير والاشتراك، و نشترك كده في القناه ونفعل زر الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. وفي نهايه الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في لقاء جديد بقى وفي فيديو تاني. القاكم على خير يا رب. مع السلامه.